بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. في البداية شاكركم وشاكر سكان مدينة نواذيبو وشاكر الأحرار في نواذيبو. وحضرنا اليوم بوفد من حركة كفانا للمؤازرة والوقوف اليوم في هذه الوقفة وللمتابعة القانونية والمؤازرة القانونية من الناحية القانونية وللوقوف والاطلاع على واقع الأسرة. والنقطة الأولى اللي لا نبدأ بها عني مزوزي ذا اللي خالي عالي والبكار. هذه زريب الراق قاله الموريتاني قدو الراق قال نظامه للغزواني ووزير صيده وحكومته ما نعرف ذا اللي وساهم يعدلوا له شنو هو ولا نعرف ايش واسه الموريتاني. يعودوا اليوم ما هم واقفين من عند فصاله الى نواذيبو، يعودوا واقفين في الميادين تضامنا مع البكار. بيكم اللي ما توقفوا اليوم مع البكار لا يتلقطوا كاملين. نحن مشيتنا لنواذيبو ما جديده، ما قط دقت حد هون شوكه ما كركسنا عليه، وقفنا عليه وتابعنا قضيته وآزرناه ووقفنا معاه في كل بلد ولا قط دخل بلد ما دخلنا معاه. معناه عني ما نقدر نقول يكون عنا ذي المعدلين واجبنا وتحته 10 من بلا جميل وبلا مقرر. فيه اللي واجب وطني غير شيء عندي عن يعود رجل وطني يدافع عن القضايا الوطنية، يدافع عن الثروة السمكية. الموريتان خلطة الثروة السمكية ما هي الولد الغزواني ولا هي لأصهاره ولا هي للسيدة الأولى ولا هي الخلطة المادية صقلوا قد حانهم ولا هي الولد الجاي ولا هي الجماعة. هاي ذروة أولاد موريتاني، ذروة متقادين فيها نحن كاملين كأولاد موريتاني. إذا عادوا هم يسفروها عطى مولانا عن يوقف قدامهم البكار ويقول عن ذا اللي خلق عنه انتهاكات وعنه لا يكشفوا بالأدلة وبالمعطيات وبالبراهين. معناها هذا شنو؟ معناها عن ذا اللي عدل والبكار من الناحية القانونية ينقال له كشف الفساد والتبليغ عن الفساد. يا الله مولاه يجازى طبقا للقوانين وخصوصا القانون الاخير اللي معدل السنغال اللي تعرفوا على الاقل نحن ما نكسحوا نحاملوا دول العالم كامل. من تعود قضيه مهمه يوم نحن نتراوقوا في الحقيقه مخيف. هم قاعد تعود هم اتهامات اخرى ويعودوا المناضلين ويعودوا المفسدين ويعود ولي الغزواني وجماعته داقين وجه من تنقرده وحابسين والبكار ويعودوا اهل موريتان ما فاتوا عاد واقفين في الشوارع كاملين. هذا في الحقيقه مخيف ويخلي ذو الاحرار اللي واقفين في الاشماس من قبيل ويخلي ذي الناس اللي جات من الواكشوب ومن كل بلد يخليها تتراجع قاع وعوده بلا قيمه عندها. هذا في الحقيقه اخ من قبيل. نحن لو كنا منين تنكبوا ميه لحد من اهل موريتاني مدافع عن الحق تكركسوا عليه كاملين وتوقفوا معاه ما يعودوا عدل ذا البكار ولا يعودوا عدل ذا المناضلين الاخرين اللي سابقوا ولا يعودوا عدل ذا ذو ما زالوا جايين من لورا. خطه ما فيكم واحد ما هو مشروع علي البكار. خيارات قدامكم اثنين، اما تستمروا في المواجهه والنضال ومقارعه النظام واما تنبطحوا يربكم واحد وتعودوا وكلتوا يوم وكل الثور الابيض. فهمتوا؟ معناها عن الحق وحق ان يتبع. اصدع برايك ان تراه حقيقه ان اللبيب برايه مرهون. المعركه اليوم على جبهتين، الجبهه القانونيه ونحن بعد في اطار حركه كفانا قدامها وراها بفريقنا والدور تشوفوا عنا مولي قاطعين قايسينهم واحقر لهم ندبش ما فيش مولي. سمعتوا؟ المعركه الاخرى معركه ميدانيه يلا نتحماوها كاملين ولا ينفعوا الصور ولا ينفع حتى نعات نهار واحد. اذا مازال متلوب ندوروا نعرفوا ذاك اللي لا يفتر وذاك اللي لا يوقف حماره في العكله وذاك اللي لا ينشاف الا اليوم ومازلنا قايسين نعرفوا كانوا لا ينشاف بليدات اخرى. خلطه اعرفوا عنكم منين تضحوا بعالي والبكار خلات خيمتكم. خلطه منين تضحوا بعالي والبكار راكم دندنتوا اراكم وفيتوا نشطاء كاملين اللي هون ما في ما نشطاء ولا الصحافه. اهل نوايب منين؟ رجال نوايب منين؟ اهل نوايب اللي ما اللي عطاشه، اهل نوايب اللي ما عندهم كونكسيون، اهل نوايب اللي ما عندهم وظف، اهل نوايب اللي ما عندهم ولا عندهم. من درا يا كان معركتنا
العالي والبكار اشبه يلا الاستقبال والغزواني اللي تعرفوا هذا اللي معدل الموريتاني. اشبه لا عالي. ها؟ اشبه نحن لا بمساله واحده على اللي هون الصادقين. يا غير بعد هم اللي جماعه المنافقين، انا ماني جاي الخط الاخرين. يا غير بعد ذاك اللي هم يلا نحن نضربوه ب10، يلا نستمروا في معركه التغيير ومعركه المواجهه ومعركه الوقوف مع عالي والبكار، ويلا الهيئات الحقوقيه ويلا المعارضه تتحرك في الداخل وفي الخارج. وللامانه طلبناهم موقف مشترك في اطار بيان مشترك وما زالوا حارنين، ما نعرف اللي محرن وش. اذا عادوا عالي والبكار مولي مستنقصين وما يبقوا يعطوه موقف، يخلوا لهم هم مواقفهم، احنا بعد انتم لا ينتموا في الميدان. الله يجازيكم. شاكرين نجدد لكم التحيه ونقول لكم عنا وعاكم. وحالا للمذول اللي اليوم امام قاضي التحقيق لا يعود الختم التحقيق على ما اعتقد، لا يعود قدام خيارين، لا ثالث لهم هذه الخطه من الناحيه القانونيه، ما يفتصلوا معاه ويكسحوا ويقولوا عن لا وجه للمتابعه ويوقفوا حمارهم في العقله من الناحيه القانونيه. والله ما اللي يتقدموا شو المحاكمه، نحن جاهزين كل الخيارات.